مرحبا يا صديقي. من أين أنت؟ أهلين أستاذ. أنا والله من سوريا. ومنذ متى أنت تعيش هنا في ألمانيا؟ أنا والله إلي هون شي 6 7 سنين. وماذا تعمل هنا في ألمانيا؟ أنا والله بشتغل كافيتيريا. أنا كنت بسوريا أشتغل أستاذ مدرسة، بس هون ما لقيت شغلة باختصاصي أو شي قريب لاختصاصي. دورت بحبشت كتير، اشتغلت عدة شغلات، ما لقيت غير آخر شي هلا شغل كافيتيريا. إلي شي 2 3 عم اشتغل فيها، والحمد لله، كتر خير الله على كل شي. هذا رأيي يا صديقي، فالعمل هو شرف الإنسان. جيد أنك تعمل، وأتمنى لك التوفيق في عملك. شكرا أستاذ، الله يخليك. بس عفوا، حضرتك شو بتشتغل أستاذ؟ أنا أعمل بروفيسور في جامعة. شي حلو والله، الله يعطيك العافية يا أستاذ. ما رأيك أن نلعب لعبة كي نقضي على هذا الملل، فرحلتنا طويلة جدا؟ ما رأيك أن نلعب لعبة؟ أنا أسألك سؤال، فإذا عرفت الإجابة أعطيك 1000 يورو، وإذا لم تعرف تعطيني 10 يورو، وأنت أيضا بدورك تسألني سؤالا، فإذا عرفت الإجابة أنا تعطيني 10 يورو، وإذا لم أعرف أعطيك 1000 يورو. ما رأيك؟ أكيد موافق أستاذ. اتفضل، يلا بلش من عندك أستاذ. أم... سوف أسألك سؤالا. ما هو سبب جاذبية الأرض؟ مم، سبب جاذبية الأرض. آه، ما عرفت خلص أستاذ. تفضل، هاي 10 يورو. حسنا، دورك الآن، اسألني سؤال. أستاذ، شو هو الشي اللي بيطلع على الجبل ب3 رجلين وبينزل برجل وحدة؟ هات لنشوف أستاذ. أوه، ما هذا السؤال الصعب؟ من أين أتيت بهذا السؤال؟ يصعد إلى الجبل ب3 أرجل وينزل برجل واحدة. ما هذا؟ يا لك من لئيم على هذا السؤال. أوه، ما هذا؟ ربما، لا أظن ذلك. ماذا يكون؟ لا أظن ذلك. حسنا، أنا لم أعرف الجواب. لك مني 1000 يورو. ايه، تفضل أستاذ، هلا دورك تسألني. شرف، سألني سؤال. سوف أسألك نفس السؤال الذي سألتني إياه. ما هو الشيء الذي يصعد إلى الجبل ب3 أرجل وينزل برجل واحدة؟ أجبني أيها الشاطر. أكيد ما بعرف جواب لك أستاذ. خود هاي 10 يورو، وهيك بتكون خلصت اللعبة. أنا كسبت 1000 وأنت 20. شلون هيك أستاذ؟ أنت بروفيسور قلت لي أستاذ.